حد بعت لي رسالة على الفيسبوك طالب مساعدتي. الرسالة دي انا هخليها بعنوان خش اعتذر يالا. ليه بقى؟ بعت لي بيقول ان انا بحب المحتوى اللي بتقدميه يا استاذة ويا دكتورة، وخد من الالقاب اللي انتوا عايزينه. طيب، ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو غلط في حق البنت اللي بيحبها وكان المفروض يخطبها، تمام، ومش عايز يدخل يعتذر عشان ما تشوفش نفسها عليه، فعايزني انا اقول له طريقة تخليها تكلمه من غير ما يدخل يعتذر. طب ايه؟ فيقول انتي مش مدربة تنمية بشرية وعلم نفس وبتعملي فيديوهات وكده يعني؟ ما هو انا ماشي، دي دراسة، انا مش حاوي. حضرتك غلطان، انا غلطان وانا معترف ان انا غلطان، بس انا مش عايزة تشوف نفسها عليا. ده انا اللي هنزل عليك نازلة، انت لو كنت قدامي كنت ضربتك ضرب. ايه يا ابني؟ يا اخوانا يا اخوانا، انا اللي بعت لي رسائل يا جماعة ماشي، انا بقدم محتوى مش حاوي، في فرق. مش تراعي احساسي عشان انا واحده كمان سنجل، ولو فضلت الرسائل ماشيه بالمنوال ده مش هعتبها ارتباط. ايه يا اخوانا؟ ايه مالكم؟ اللي غلطان بعدين مين اللي عاشرها؟ البنت اللي انت معاها دي مين اللي عاشرها؟ هو. فانا بقول له هي متربيه وبنت ناس، هتقدر الاعتذار وتشيلك فوق راسها وتتصالحوا. ولو هي بقى مش متربيه ومش بنت ناس، يبقى قطع منها علاقه وسيبك منها ومن قله تربيتها. يقول لها هي محترمه جدا بس انا مش عايزه اعتذر. ده انا اللي ولا خش اعتذر لها يلا، ولا خش اعتذر لها يلا واحترم نفسك، او خش اعمل حاله باسمها وفيها اعتذار. ايه الرجاله دي؟ الرجاله اللي ماشيه عامله كده، وشها فوق 30 متر، وايه وانا اللي ايه هجيب مناخير بنات الارض؟ امشي من قدامي وخش اعتذر لها. اللي بتحب في فيديوهاتي قال خش اعتذر لها، الغلطان يقول انا غلطان، وهي لو محترمه هتقدر اعتذارك، وانت قلت انها محترمه، خش اعتذر يلا.